ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه سنجل لعمرو دياب لسه نازله كده حبه حلوين. يلا بينا. اغنيه سنجل لعمرو دياب هي من كلام بهاء الدين محمد، ومن الحان عزيز الشافعي، ومن توزيع وسام عبد المنعم. سمعت الاغنيه. انا يا جماعه مبدئيا لو جينا اتكلمنا على رتم الاغنيه، فرتم الاغنيه يا جماعه مقسوم من الاخر. وبصراحه انا تعبت من الموضوع ده، عايز اشوف حاجه جديده. قلت الكلام ده في الحلقه اللي فاتت بتاعت اغنيه ما تيجي نفك لعمرو دياب. فيا جماعه التوزيع انا مش شايف فيه جديد قوي. بالنسبه يا جماعه عزيز الشافعي فهو ملحن موهوب جدا بصراحه. يا جماعه هو من الناس اللي دايما بتعمل الحان مختلفه وجديده، وعامل يا جماعه علامات مع مطربين كتير بصراحه في الفتره الاخيره. فيا جماعه بصراحه هي الاغنيه ككلمات والحان وتوزيع هي اقوى حاجه فيها كانت الكلمات والالحان. بالنسبه طبعا للتوزيع فانا سمعته قبل كده 60 مره، مش شايف ان فيه جديد. بالنسبه يا جماعه للكلمات بصراحه كان موضوع حلو، اللي هو سنجل وانا هفرح ومش عارف ايه والكلام ده كله. فالفكره يا جماعه هي حلوه، وهي اتعملت قبل كده يا جماعه. بصراحه انا سمعتها قبل كده في اغنيه، والاغنيه دي مشهوره قوي. هي ممكن تزعل ناس كتير، يعني ناس كتير هتقول ايه، ما هو عشان تامر وعشان عمرو والمشاكل اللي بتحصل. لا، مفيش الكلام ده. بس هي مقاربه شويه لاغنيه هدلعني بتاعت تامر حسني، اللي هو انا سنجل وادلع نفسي ومش عارف ايه وخلاص انا هفك والدنيا هتحلو. فبصراحه يا جماعه هي فكره قريبه شويه، لكن بصراحه الاغنيه موضوع كويس. شايف ان عمرو دياب بصراحه هنا غير بقى، هنا في تغيير في الموضوع نفسه بتاع الكلمات. مش مجرد ان انا بتغزل في واحده او بحب واحده او بقول كلام دلع وخلاص. لا يا جماعه هنا الموضوع مختلف وجديد شويه وحلو. لكن كالحان وتوزيع ممكن نقول ان اللحن اقوى بالتوزيع. التوزيع انا بصراحه سمعته في كذا اغنيه قبل كده، فالتوزيع ملائم مع الكلمات والالحان، لكن مش من احسن الحاجات اللي سمعتها في الاغنيه. شايف ان الكلمات والالحان هي اللي كانت بصراحه يا جماعه التوب جدا. وغياب عمرو دياب على فكره كان الفتره اللي فاتت ان هو بيجهز لاغاني جديده، ممكن يضم البوم كامل اسمه سنجل، ممكن ما ينزلش البوم اساسا. زي البوم عايشني كده، قال ان في البوم اسمه عايشني، وفودافون اعلنت ان البوم عايشنا هينزل، واغاني مش عارف ايه، وفي اغاني راحت فين، وفي اغاني ما تنزلتش اساسا. يا جماعه عمرو دياب بقاله فتره كده انا نفسي مش عارف، مش فاهم له حاجه من ساعه ما اشترك مع انغامي. وهو يا جماعه الاغاني بتاعته كلها اللي اتقفلت على اليوتيوب ولا اتمسحت، كل حاجه دخلت في بعض. فمن ساعتها شايف ان عمرو دياب هو يا جماعه رقم واحد على انغامي وبس. يمكن بعد ما قفل سبوتيفاي، بعد ما قفل اليوتيوب او مسح، الدنيا كلها باظت خالص. لكن بصراحه شايف انها كانت فكره مش كويسه، ان هو المفروض كان يكمل في كل المنصات، مش يخرب منصات كتير عشان منصه واحده. فهو ممكن يكون العقد بتاع انغامي كده، ده شرط عليه ان هو يعمل كده. بس بصراحه ما انا شايف ان هو ما كانش يوافق من الاول، ما هو برده قفل باقي المنصات كلها، فكده كل حاجه باظت، مفيش غير منصه واحده بس هو اللي عالي فيها دلوقتي. ما علينا يا جماعه. هو بصراحه غيابه انا شايف ان هو كان مش في محله. يعني الاغنيه دي احسن بكتير من تيجي نفك. ما تيجي نفك سمعت زيها كتير، هي كده كده شبه اغاني كتير لعمرو دياب. انما اغنيه سنجل كموضوع موضوع جديد ومختلف بصراحه. عايز اعرف رايكم في الكومنتات، برضو قولوا لي رايكم تحت، يمكن انا كلامي غلط، وانتوا برضو قولوا لي رايكم يا جماعه. انا مش هزعل والله، بحترم راي كل الناس، وبتكلم معاكم عشان انا بحكي معاكم، مش عشان انا طالع بضطهد فنان معين او بقول كلام على حد معين. لا والله انا بتكلم اللي انا شايفه، وانا بتكلم معاكم برايي، فانتوا عرفوني رايكم انتوا كمان. وده اللي كان عندي النهارده. لو انتوا سعيدين بتشوفوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس، واعملوا لايك عشان كمان في محتوى قدام اكتر واكتر، وشاركوا في كل مكان لكل اصحابكم. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. شكرا.